بسم الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد مع شي سيدة الدار. كيف نتوما؟ بخير على خير. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتشاهدوا هذا الفيديو من الاول الى الاخر. بالنسبه لبعض الوصفات اللي كيكونوا وصفات صيفيين ونعملوهم في الديور ديالنا، لهذا قلت راه نشارك معكم هذه الوصفات اللي ساهلين وبساطين. المهم خليكم على فيديو. بسم الله، نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا هذه اللوبيا خضراء، شحال من الناس ما كيعرفوش يحتفظوا بها. الاحتفاظ ديالها ساهل وكتبقى لنا مده، تبقى لك 3 شهور 4 شهور في لا دور. وانتم كتعرفوا هي كيكون واحد الوقت ديالها، ما كتكونش دائما، لان كيجي واحد الوقت ديالها كتكون موجوده، ولكن بعض الاوقات ما كتكونش، ولكن عندها الوقت ديالها مناسب اللي كتكون موجوده وكتكون رخيصه. صافي كنشبروها، كنزولوا لها داك السياله، كنقولوا حنا السياله من الطرف من هنا ومن هنا، عاد كنقطعوها هيدا. صافي كنقطعوها بهذه الطريقه هذه صغيره هيدا، وكنغسلوها وكنعملوها في واحد كاسويله د الماء. كنعملوها في واحد كاسويله د الماء ونخليوها تغلي، غير غاليه ولا 2 الغاليات. صافي غير تغلي وتعاود على البوطه باش كتدخل داك نقولوا داك نص ديال، من بعد كننزلوها. بالنسبه للفلفل انتما كتشوفوا، بالنسبه للفلفل كنشوي في هاد الطنجره الضو اللي الصراحه غزاله. هذه كتشوي، كنعمل فيها الفلفل، كنعمل فيها البطاطا، كنقلي فيها البطاطا. ما كديرش الزيت، غير كنرشوا داك البطاطا بزيت، كتجي فيها غزال. اقتصاديه بزاف، ننصحكم زعما تشويها اقتصادي. اما بالنسبه للبرنجال غزال، عاود البرنجال حسن ما كنطيبوها في الماء كيطلق داك اللوغو ديالو، ما كيجيش مزيون، كنمشي له داك اللذه ديالو. ولكن هيدا ملي كنعملو كنشبروا البنات، كنتقبوا هيدا بواحد بانسو هيدا، وكنعملو في يتشوى. كنعملو يتشوى في هاد الطنجره هادي، وملي كيتشوى كنشبر واحد البلاستيكه وكنعمل فوق البلاستيكه ونشد عليه. كنخلي هيداك واحد 10 دقائق البنات باش دغيا كيرطى. ديك الساعه غير كنمشيو ليلو، من بعد كنقشروه كيبقى غزال طايب. بالنسبه لهاد اللوبيا كما قلت لكم، هي بعد ما غسلتها وعملتها هيدا في الماء، كنعصروا عليها الليمونه وغادي نعملها على النار. غنعملها على النار تغلي وتعاود، غير كما قلت لكم كتبقى تغلي وتعاود داك نص طياب وصافي. ما نخليوها نطيبوهاش يقول صافي. وداك الساعه كنعملوها في واحد الكسيكس هيدا حتى كتبرد مره. كنعملوها في واحد البلاستيكه وندخلوها للثلج، نعملوها في الثلج ديالنا. من بعد ملي كنحتاجوها كنجبدوها. كما كتعرفوا راه اللوبيا هيدا خضره صحيه. بالنسبه لهاد الاكله البنات اللي غنشاركها معكم، اكله صيفيه وسهله وبسيطه. عندنا هنايا البصل، واحد البصله هنايا، عندي هنايا الجزر، ها نتوما كتشوفوا اللي قطعتو هيداك الطريفات. عندي الروز البنات، عندي واحد 200 غرام د الروز، الروز د الزرع، اكله صيفيه مزيونه. عندي هنايا مطيشه، ها نتوما كتشوفوا مقطعه. عندي هنا واحد شي خفتيوته د الدجاج، فيليتي الدجاج هيدا قطعته صغيور. عندي هنايا القناصي البنات، دائما القناصي كنقول لكم بلا ما تسيبوهم. انا شبرتهم ونقيتهم وطيبتهم في الماء والملح وعملوهم البنات، كتجي الاكله ديالهم. انا دائما كنت كنسيبهم، ندرت اللي كنت كنسيبهم. عندنا المعدنوس والقزبر، عندنا السكينجبر، عندنا الفلفل الاحمر، عندي القزبر حبوب وحفتيوته الجوزه المليحه. بالنسبه للبنات هذا القرنفل، كان عندكم القرنفل البنات صايم، عملوا واحد 5 ولا 6 الحبيبات. كان عندكم هيدا مطحون، عملوا فتيوته. وبالنسبه للمواد البنات، بالنسبه للحنوط اللي متوفر عندكم، كيكونوا عندنا هيدا التوابل، البودره هيدا التوابل، يمكننا نزيدوا اي حاجه باش كنغيروا داك الاكله. كما قلت لكم الاكله صيفيه غزال. صافي كما كتشوفوا طحنت، كنطحن هاد البصله في هاد الماكينه. قلت لكم هاد الماكينه البنات غزاله، زعما كنصحكم تشريوها، راه رخيصه. انا شريتها ب 40 درهم، ساهله. طحنوا فيها القزبر، المعدنوس، التويمه، البصيله، مطيشه، كل شيء. هذه ساهله بلا معده بلا والو. بشي بلاصه مشيتوا للبحر ولا شي، هذه ساهله. هانتوما كتشوفوا كيف كتطحن لي. كما كتشوفوا البنات شبرت هاد المقيله ما كتلصق لي شي. شبرت داك القناصي اللي قلت لكم، حنا دائما كنجيبوا القناصي د الدجاج وكنسيوهم. قلت لكم انا بيدي كنت كندير علاش كنسيبهم. انا جمعتهم، كانوا عندي مجموعين، غسلتهم مزيان، غليتهم في الماء والليمون البنات، وكيعطيو واحد الطعم مزيون. صافي عملت هاد المقيله، عملت داك القناصي، عملت البصيله، عملت جميع داك التوابل غنعملو. صافي كما قلت لكم اكله مزيونه صيفيه كتجي غزاله. صافي ونعمل المليحه ديالي، نثبت الملاح ديالي. من بعد غادي نزيد الروز هو الاخري. واش باش نقول لكم اكله كنتمنىكم تجربوها.
وهنا البنات بغيت نقول لكم لان شحال ما نزلت الرجوع ديالي لعندكم، والله الا شحال البنات دخلوا عليا، شحال الناس سقساو عليا، الاخوات سردوا لي الصراحه كيسردوا لي هذا في التعاليق والميسنجر، كيقولوا لي علاش ما بقيتيش كتنزل الحاجه، وكيتلاقاوني وكيسقسيو عليا، كنقول لهم الله يجازيكم، نتوما كتعرفوا بعض الظروف الانسان اللي منعتني ما ننزلش معاكم. وان شاء الله دابا نبداو في صفحه جديده، وسمحوا لي وصافي، والله الا غير سمحوا لي، هذه عارفه لان مقصره في الحق ديالكم ان شاء الله يا ربي. ايوا صافي، وخليكم مع هذا الروز اللي مع هذه الاكله الصيفيه، وان شاء الله تكون بدايه موفقه ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا البنات صافي بعد ما طابوا الخضر ديالنا وخليتهم يغليو ومرقت داك المقيله هيداك وطابوا الخضر ديالنا كاملين، صافي كبيت داك الروز وغطيته بهذا المغطى كيف ما كيقول واحد المثل كيقول لك مارو كثر له ماء وقلل له نارو. صافي هذاك الخضر بداو غطيته وخليتها تشرب مزيان. خليوها البنات، نتوما كتشوفوا اكله صيفيه غزاله، نتمنىكم تجربوها البنات.